السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ ورجعنا لكم على اليوتيوب واخيرا، وهالمره رجعنا لكم باقوى راوند مافيا بالعراق. حلو 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 حلو. اخوان يقولون هاي اللعبه اللي يفوز بيها شخص شاطر جدا، واللي يفوز بهاي اللعبه يفوز بالواقع، واللي يخسر خسران بالواقع. هذه اقوى اختبار لمستوى ذكاء الشخص. احنا بدنا نكتشف شخصياتكم، من الكذاب، من الصدقي، من اللي يقدر يقنع المقابيل وهو كذاب ولوتي، من الشخص البريء واللي ما قدر يثبت نفسه بريء. هاي اللعبة راح نختبر قدرات الموجودين جميعا، فخلونا بالبداية نعرفكم بالشخصيات الموجودة ويانا واحد واحد. خليفة اليوم جاي العب مافيا ويا الشباب، فعندي اصدقائي اعرفهم ودائما اطلع وياهم فاعرف مشاعرهم واحساسهم. يوسف الجنابي. طبعا الكل تعرف انا طبيب، فان شاء الله باللعبه هم راح اطلع طبيب، وانا اشك بالكل الا بمحمد عادل. فهد زيد. اول مره العب هاي اللعبه، ان شاء الله ما اطلع مافيا، لان المشكله حتى كذب اذا اريد اكذب راح يبين علي، بس راح احاول حتى اذا طلعت مافيا تفرجوا علي شوفوا شلون راح اتقن الموضوع 100%. انور رشق. هاي اللعبة أنا ومرتضى والشباب يوميا نسهر للستة الصبح نلعبها، فكلش متمرس ومتمرد بيها. الفريق اللي أكون بيه راح يفوز وراح تشوفون بعينكم. مرتضى محمد. حنعطيهم الكاركتر البريء بس هم ما يعرفون لا أنا مافيا ولا أنا رجال صالح. هي هاي اللعبة هيك تريد. حسين الخياط. طبعا كلش متحمس للعبة، لعبة المافيا، وأنا أعتبر نفسي بين الولد طباخ اللاعبين، أطبخهم طبخ اليوم زبيدي على التمر. جنيد. اذا كنت ويا الصالحين راح افوز، واذا ويا المافيا هم افوز. حسين الشاعري. أنا حسين الشاعري، طبعا الشخص اللي يلعبها بالذكاء وكذا، بس أنا كل شيء ماكو، أول واحد راح أموت وتقتلوني. محمد عادل. أنا رجال فقير صالح مؤدب خلوق، وأني مخلص قانون وتحقيق، يعني أي واحد أشك فيه لازم الصالحين يأيدوني. عباس الشيباني. اسولف واضواء علي هواي. يا جماعه لعبنا راوند تجريبي وانا كنت مافيا وما حد اختارني، اني عظيم بهاي اللعبه وما حد يقدرني اذا كنت مواطن واذا كنت مافيا، واني راح افوز بهاي اللعبه. انا راح اكون هنا مدير للعبه، طبعا راح يكون وياي مراقب واحد، خاف واحد يغش من الموجودين، انا للامانه اثق بيهم، بس يجوز واحد يسوي له نفسه. ترى عندنا نرجع فار، فراح نوزع عليكم هاي الاوراق، ما نريد واحد بيكم يكشف ورقته نهائيا، والمراقب يجي يتفضل يمي، راح نسجل اسماء كل شخص يستلم ورقه. خلونا نشرح لكم نظام هاي اللعبة. مبدئيا عندنا باللعبة 10 كروت، 2 للمافيا و8 للصالحين. وظيفة الصالحين يثبتون براءتهم ويطلعون المافيا اللي بيناتهم، اما وظيفة المافيا الكذب والخداع وتشكيك الصالحين ببعضهم واغتيالهم. بنهاية كل ليلة اكو تصويت، اكثر واحد عليه اصوات راح يخرج من اللعبة وراح يكشف كارته اذا كان مواطن صالح او مافيا متخفي. اكو باللعبة كروت مميزة، المافيا عنده مافيا عادي واللي وظيفته يقتل شخص وهو نايم، اما الثاني فهو مافيا التسكيت واللي وظيفته يسكت شخص لمدة جولة كاملة. اما الصالحين عندهم 3 كروت، واولهم الدكتور واللي وظيفته يتوقع من الشخص اللي اغتال المافيا ويحاول ينقذه. كارت الثاني هو شيخ الصالحين، وهذا الشخص الوحيد اللي من حقه يكشف كارته، بس اذا كشفه صوته يصير ب2. وقناص الصالحين اللي عنده رصاصة واحدة لازم يصيب بها يا اما مافيا بتوقعه او يختار مواطن صالح، وبهالحالة يخرج هو وياه. تنتهي اللعبة بالنسبة للصالحين اذا تم طرد جميع المافيا من اللعبة. اما شلون يفوز المافيا، فاذا وصل عدد الصالحين نفس عدد المافيا في بداية اللعبة اللي هم 2، يفوزون المافيا. لا تنسون عندنا مراقبين 2 باللعبة وحكم شنيع قوي. الكل تفتح عيونها. مبدئيا هسه تقدرون كل واحد بيكم يكتشف ورقته بدون ما المقابيل يشوفه. اكشف ورقتك لروحك فقط. الكل عرفت اوراقها. راح نبلش نسمع الاراء قبل بداية اللعبة، فنبلش بعباس الشيباني. مساء الخير جميعا اصدقائي احبائي اعزائي متابعيني. زين يا جماعه، اني عباس شيباني صالح، وهذا الجيم لازم يفوزون الصالحين. هاي الكلمه عنه وعن الجميع، مو معناها اني او شخص ثاني اختار شخص لازم يشخصنا، احنا لازم نطلع المافيا من اول جيم وناخذ الجيم يا جماعتي يا صالحين. شكرا شباب، أنا محمد عادل، مواطن صالح صالح،
فرجاء الصالحين خلي نفوز هذا الراوند، ولا احد يشخصنها وياي، ومن واحد يختار واحد مو الكل يختاره. انا صالح، خلي نفوز. مبدئيا انا رجال احب العداله، اذا كنت صالح ما تطلعوني، واذا كنت مافيا استحق. بس انا احب اقول لكم انه انا رجل صالح، وهالمره راح يكون تركيزي يعني اكثر من 1000%، ونطلع ان شاء الله بمعاونه اصدقائي نطلع المافيا. تفضل استاذ جنيد. شكرا استاذ حسين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصالحين اكثر من المافيا موجودين بهاي الجلسه، فلازم نركز ويكون تركيزنا عالي على مود نكشف المافيا ونطلعه بصوره سريعه، ونكون حذرين جدا ما نطلع اصدقائنا ويانا. انتبهوا الصالحين اللي قاعد يسمعوني، ما نطلع الصالحين ويانا. اني رجل صالح وان شاء الله راح تكون الغلبه من نصيبنا. تفضل استاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا. أنا بالنسبة إلي صالح، أنا رجل صالح، وإن شاء الله أنا وأصدقائي الصالحين راح نطلع المافيا وننتصر عليهم. شلونكم شباب؟ حياك الله. هسه احنا حاليا بمرحله انه واحد لازم يتعرف على الاخ، تمام؟ فانا هسه ما عندي اي شكوك، انا رجال صالح وخلينا نلعب صح. مرحبا، أنا أنور رشق، أنا رجل صالح. أتمنى الصالحين اللي وياي نطلع المافيا ونكون أذكياء أمام الكاميرا. شلون الشباب؟ اكو فقره مهمه، اللعبه تعتمد على الذكاء. اريدكم تركزون وياي على مود تعرفون نسبه الذكاء شنو. انا مو بس صالح برتبه، وانتم اكيد يعني افتهمتوا ايش قد صالح اني. فهذا الموضوع تخلوا ببالكم وتركزون عليه، وان شاء الله احنا الصالحين فايزين. طبعا اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. كرة القدم او هاي اللعبه فوز وخساره مثل ما تعرفون، وانا رجل صالح، وصحيح انا طبيب بالحقيقه، بس اللعبه انا ما طلعت طبيب، طلعت رجل صالح، وان شاء الله راح نطلع المافيا من اول جوله. مرحبا شباب. طبعا هاي اللعبه مثل ما تفضل فهد قال تعتمد على ايش قلت، على الاحساس والذكاء للشخص وللتمثيل غالبا، وانا لا اجيد التمثيل اطلاقا مثل عباس، وما اشك باي واحد، بس هيك شكوك متوجهه لعباس وبس. يرجع المايك ننام. شباب احنا خلينا مراقبين اثنين، واحد منا وانا هنا، فالغش ممنوع منعا باتا. ممنوع الغش. هسه الكل عرفت عن نفسها. راح ندخل بالليله الاولى اللي راح نطفي بيها الضوء ونقول لكم تصبحون على خير. كل تغمض. فقط المافيا يفتح عينه. المافيا تعرفوا على بعض واختاروا شخص ينقتل فقط. المافيا التسكيت يفتح عينه، يختار شخص يسكته. اختار شخص السكته. قناص الصالحين يفتح عينه فقط. قناص الصالحين تحب تقنص لو تأجل. قناص الصالحين يغمض عينه. الطبيب يفتح. انقذ شخص تعتقد انه هو انقتل. الطبيب يغمض. صباح الخير للجميع. ماكو مايك. مبدئيا احب اقول لكم انه هاي الليله كانت داميه، واكو دماء نقيه سالت بيناتكم. المافيا اختاروا شخص يقتلونه وهذا الشخص راح يكشف لنا كارته ان كان مافيا او مواطن صالح. حسين الشاعري، اكشف فرقتك. المايك لحسين الشاعري. صالح، مواطن صالح. ما اريد اقول لكم انه انا ما اريد اعيد هاي اللعبه وضجت منها، لا، لازم اعيدها ولازم اثبت ذكائي واثبت وجودي واثبت انه اني يعني مستحيل واحد يكشفني،
وان شاء الله نشوفكم بالحلقه الجايه. وهاي هي. هسه خسرنا واحد وما بقى شيء، يعني اي واحد بعد يطلع من عندنا ممكن نخسر والمافيا تفوز علينا، فلازم نركز ونباوع بذكاء، نشوف تصرفات البقيه زين، ولازم ناخذ الجيم. يعني حرامات تطلعنا المافيا، كلش حرامات ماشي، وما عندي شيء اقوله، وبعدني ما شاك باي شخص صراحه، بعدني ما شاك باي شخص. محمد عادل. الصالحين يركزون وياي. انت مو صالح؟ انا صالح وانا ما اعرف اكذب، وانا مبين من وجهي فقير، فاللي اريد انا ما شاك باحد. هسه راح اشوف شكوككم، واللي اتاكد من عنده مافيا اني اصوت وياه. فرجاء اختاروا الشخص الصح، لا تختارون مواطن صالح. نريد نفوز. تفضل جنيد. شكرا محمد حبيبي. تقريبا الخساره بلشت فريقنا اول مره، يعني شيء فوق قدرتنا. وانا عتبي على الطبيب، كان المفروض ينتبه، فعتبي عليك انه كان المفروض تشيله وتعالجه. على العموم اتمنى مره ثانيه ما نخسر شخص من عندنا. انتبهوا زين، المافيا يمكن بصفك وانت ما تدري بيه، فانتبه عليه احسن ما يكون هو القاتل الاصلي. تفضل. انا طبعا كلش ضايج اليوم، لان بدايه اللعب طلع من عندنا واحد صالح، والمافيا هم بس اثنين، يعني نقدر نطلعهم واحنا كلنا صالحين، فلازم نطيح بالمافيا. هم اثنين شخصين. تحياتي لكم. هاي رسالتي للصالحين. راح اعطيكم فد شغله انتبهوا عليها. تمام؟ اني فوق الصالحين، يعني اكو شخص هنا من يمنا، اكو واحد من يمنا هنا تقمص شخصيتي، وانتم بعد استلموا. تقمص شخصيتي فات بيها. لابس احمر مو؟ تمام؟ شوفوا، خير الكلام ما قل ودل. اني راح اشك بشخص وانطيه صوتي هو مافيا. ثق بي، هو مافيا، ثق بي. انا بالمهم اكون ذكي امام الكاميرا. وين؟ بالتصويت اقول. الشباب الصالحين، انتبهتوا على الحركه اللي صارت؟ اللعبه لعبه ذكاء. صحيح. شفتوا الحركه مال تقمص شخصيتي واخذ هاي واني فوق الصالحين. هاي رساله كلش مبينه وواضحه، والملامح مبينه، فما يحتاج اكمل. اني شنو عرفتوا هسه الشخص وحط على نفسه اكس، وهذا انا ما اعتبره ذكاء. خليه يخلص. ما يرجع لك المايك بعد. ما يرجع؟ المايك ما يرجع بعد. اتهمته وبرر نفسه. حبايب، مثل ما قال فهد، اكو شخص فضح نفسه، واكيد كلكم سمعتوه، فقربت نهايته ان شاء الله. من اللي قربت نهايته؟ بالتصويت. طبعا ما استفاديت من بعض الاشخاص، كلام عادي خلينا نركز، ومن المافيا كلام عادي طبيعي، بس اكثر شيء استفاديته انه هو خطف المايك من عباس وخلاه يصرح اول واحد على مود يرتاح قلبه، لان المافيا ثقيله على الشخص تحركه. فانا بشكوكي بس بعباس، واثق بيه انه هو ممثل مبدع، وهنيك اذا انت كنت مافيا وانا صحيح، لان انت كنت يعني جاي تمشي صح واصفق لك. ددق عليه يا اخا تمارا، ترى باللعبه ما اقدر اجاوب. ايش بالجيم؟ كمل مبدئيا انت من تستلم المايك هذا فرصه نجاتك الوحيده، لو تقنع الجميع بانك مواطن لو ما تقنعهم. فاللي قدر يقنع الناس انه هو مواطن صالح عاش سيدك، اما اللي كشف نفسه مافيا بيكم من خلال طريقه كلامه فهذا صوتشه. احنا حاليا دخلنا بمرحله التصويت، حتى تكون اللعبه ذكيه راح نبلش تصويت من الاخ خليفه. تصويتك طي المايك لخليفه. استلم المايك. عادي حبي. اول راوند منه بس بلش يا حبيبي. ما يصير عادي ما يصير تطي. ما طق، انا اريد اشوف الاصوات. ما يصير، لازم بدينا من هناك. بدينا من هناك، لازم نصوت من هناك. فرصه تسحب. باص ارفع واحد حبيبي. ارفع واحد. اتمنى يلعبون صح. شوف الاصوات، انا جيت كذب جاي كذب ويا عباس حتى ما يخالف بعد هاي ذكائك. طبعا احنا المايك من وصل للنص صار اكو تردد، فانا اشك بالمافيا من هاي الجهه، لذلك راح اختار حسين. ارفع اصبع. تفضل ابو ناي. حطها بالواتساب ما عنده تبريرات. ابو ناي عندك مشكله وياي. حبيت الناقر صار بينهم. يوم يطلع من النار. باوع
تدري شنو؟ اسوي نفسي راح تحكي راح يجي المايك يمي، راح اخليك تحوس لك تحكي. لا باوع، هو انت وعباس، بس بعدين ارجع لك. عباس عاد انا ورقتي. نقطة عباس ثانية. يرفع اصبعين. اول وثاني اكشفها ورقتي. حبايب قلبي، كل احنا خلينا نختار عباس. انا اختار عباس، وعباس مافيا 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 على ثقه. اعطني يا حبيبي. حبايب هاي ثاني مره اقول لكم الصالحين اللي لعبوا عدل رحمه ما بيها حلفان. جاي اقول لكم واحد تقمص شخصيتي، وهاي الورقه ما تقدر اكشفها واقول لكم انا الشخص صالح. صوت. فهد ارفع واحد. فهد ارفع واحد. من السالفه؟ فهد. انا متاكد 100% عباس ما فيه. عباس 4. سؤال للاداره، ايش كم عدد المافيا اللي موجودين اثنين. 2 شخصين فقط. عباس مافيا، ارفع اصبعك الخامس. شوفوا انا اللي متاكد من عنده المافيا هو واحد ذكي وفاهم اللعبه صح. بما انه كلكم صوتوا عباس، فانا اذا ما صوتت عباس يعني ما راح ياثر، حتى لو صوت جنيد او حسين. صحيح. فاني عباس. طيب عباس اخذ المايك. بس انا ما ادري يعني أخذ المايك. احس هو صالح، ما ادري طيب ليش. شباب، حاليا وقت التبرير. عباس يابان عندك 6 اصوات، لو تقنعهم انك مو مافيا ويشيلون منك الاصوات، لو انت راح تغادر لان الاصوات كلها عليك. تفضل. مساء الخير. ايش دعوه بس يقولون ايش دعوه شكيتوا عليه. ترى طبعا بعدنا ما حكيت اي شيء، وانا ما اخذ الموضوع شخصا صراحه. وشفت اكو يعني منظور القطيع عندنا بداخل اللعبه، يعني شافوا شخص اختار فالكل لازم يختار هذا الشخص، وهذا اكبر غلط بداخل اللعبه. انا هسه فرقته واطلع كلش طبيعي قبل اكشفه، بس يعني نظريه القطيع هاي كلش غلط عندنا، كلش غلط، وراح نخسر صالحين هواي. انا هسه اكشف ورقته واطلع كلش طبيعي. لا نظريه. وانا ما شاك لا بخليفه ولا شك بانور الشكل، ادري بيهم صالحين من الاخير، ادري بيهم صالحين، ولحد الان ما شاكوا بواحد، لحد هسه ما شاكوا بواحد. بس تردون انه نخسر ونطلع، ترى المافيا ياخذونه، والمافيين انا لحد الان احسهم اذكياء، لحد الان ما كشفتهم انا. بس ما ادري، انا عندي شكوك هيك 1% على فهد، ما ادري 1% يعني مو اكيد، ولا تاخذ الموضوع شخصا امانه الله، لا فهد ولا انور ولا اي واحد، بس شو 1% عدي على فهد. مبدئيا انت قلت امانه الله ما يصير تحلف باللعبه. ما يصير احلف، يعني 1% مو شخصا امانه. هاي النقطه صارت مره لا ما تنعاد. الحلفان غلط. ممنوع داخل الجيم منعا باتا. انا سولفت اللي عندي، اللي يظل شو اسمه عباس سولف اللي عنده. الناس اللي صوتوا على عباس احتمال يطلع مواطن صالح، اذا قنعكم بكلامه شيلوا من عنده الصوت، اذا ما قنعكم ثبتوا الصوت. اكو احد يغير صوته من عباس؟ اللي يغير يقول اغير. شوف انا مبدئيا يعني اكو شك بعباس بس مو هوايه، بس الشك الكبير بمرتضى، فرجع صوتي لك. مرتضى ارفع اصبع. مرتضى. انا سؤالي، انا فهد ارفع عادي. واحد. اي انا ارفع واحد. انا فهد عادي امشي ورا كلامه، بس انا اريد اقول سؤال لعباس، اذا انت صالح عادي تطلع؟ المايك قربه اجين. اذا انت صالح عادي تطلع؟ ثواني شباب، مايك ما عنده. هو راح هنا يجاوبني. مايك ما عنده. شلون؟ انا اشيله من فهد واخليه لعباس. طيب شباب، اكو واحد بعد يغير صوته؟ ما حد يغير صوته من عباس؟ عباس اخر تبرير، اخر تبرير العباس. انا راح اكشف ورقته وراح اطلع، يعني ما عندي اي مشكله، بس يعني انا مافيا حبيبي بيانه تطلع مافيا بين لا ما يصير يبرر كل شويه. برر. هسه اكشف ورقتي. شباب اكشف ورقتي. عباس الشيباني يكشف ورقته قدامكم. انا راح اكشف ورقته بس انت خسرته. شوف ورقتك للكاميرا. واحد انا مافيا. احنا مافيا فيكم. بس واحد. قلت له اذا انت صالح عادي تطلع، لانه اذا هو مافيا ما يطلع. عباس الورقه اقوياء، مبدعين مبدعين صراحه، يعني احييهم يا جماعه. اللعبه كلش حلوه، والشباب اغلبهم يلعبون اول مره، بس طلعوا كلش اذكياء، يعني صدمون بذكائهم، يعني كلهم لعبوهم اول مره. احنا شرحنا لهم اللعبه وطلعوا يعني اذكياء بشكل مو طبيعي. هاي نقطه. النقطه الثانيه، عندنا اذكى واحد خليفه، فخليفه بس اشر عليه
يعني نوعا ما الكل مشى وراه، يعني شلون اقول لكم نظريه صارت القطيع، يعني الكل ما دام خليفه اشطر واحد قال هذا فكلها صارت وراه، يعني عندهم دليل ما عندهم دليل اختاروا عباس الشيباني. فبهاي النقطه انا كلش تاذيت بسبب خليفه، بيش عليك ما اعرف. طلعتوا شخص مافيا طبيعي ما عنده اي قدرات، بقى عندكم رجل مافيا شيخ المافيا ذكي جدا قراره قوي ويقدر يسكت، فبقى بيناتكم مافيا جدا قوي. طيب مو عليك. طيب طبعا مبروك للصالحين، مبروك للصالحين. الصالحين الموجودين عاشت ايدكم يشتغلون صح، التحليلات الذكيه اريدها موجوده. طبعا خليفه ما شاء الله اذا كنت انت مواطن صالح فانت ذكي كلش، واذا كنت مافيا فانت مستحيل. الليله الثانيه والكل تغمض تصبحون على خير. فقط المافيا يفتح عينه، المافيا يختار شخص يغتاله. مافيا التسكيت يسكت شخص، مافيا التسكيت يسكت شخص. للمرة الأخيرة مافيا التسكيت اختار شخص. الآن الطبيب يفتح عينه، الطبيب تنقذ منه. الطبيب يغمض. قناص الصالحين يفتح عينه. قناص الصالحين، هل لديك فرصة القنص؟ اكشفها إن استطعت، وإذا حاب اسكب بكيفك. قناص الصالحين يغمض. أريد بس الطبيب يرجع يختار لي الشخص اللي ينقذه. طبيب راح يحط له مغذي. صباح الخير جميعا. طبعا شباب اكو صارت عندنا حاله جدا غريبه. مبدئيا المافيا الموجود عندك قدره خاصه واللي هي التسكيت. التسكيت تختلف عن القتل، فالمافيا الموجود لازم تعرف انك تقدر تسكت شخص وتقتل شخص. اما المافيا قرر يسكت ويقتل شخص واحد فقط بدون ما يأذي اي شخص ثاني. هل هذا ذكاء منه؟ قدرة؟ معرفة؟ الله يعلم. الطبيب حاول ينقذ شخص لكن للأسف ما نقذه. الكارثة الكبرى راح يعرفها بعدين. أما بخصوص قناص الصالحين، قناص الصالحين أنت قنصت شخص، إذا كان الشخص اللي قنصته مواطن صالح فللأسف راح تغادر الراوند. بهالحالة راح نقدر نقول لك في أمان الله. الشخص اللي انقتل يلا مو بلبنا وقفوا. حسين الخياط. والله وجودك وعدم وجودك ما ينفع. حسين الخياط انت للاسف تم اغتيالك. اكشف ورقتك. انت قلت لي لما تكشف ورقتك راح يفتهمون. اكشف ورقتك. طبيب يا معود. وين حاط ورق؟ طبعا هو طبيب طبيب وكتلوني. بس ما قدر ينقذ نفسه. قلت روحك. اغتاله المافيا. اغتال المافيا اغتالته. بس انت تقدر تنقذ نفسك. طول اي ما قدر ما نقذ نفسه. طبعا شلون انقذها؟ طبعا المهم اعطيني مايك بعد طب- مقتول. طبعا شباب سولف.
على يا اساس على يا اساس اجل العراق. راح احكي لهم والله شاشة. انا صراحه احكي لكم، خابرني مرتضى كان قال لي تعال لعبه، انا كل شيء ما مفتهم من السالفه، لا اعرف طبيب، لا ثعلب، لا شيخ المجاهدين، لا استغفر الله خسرتوا شخص مهم، طبيبكم. بعد ماكو، بعد يعني المافيا صار بوم يطلع، ماكو نقاش. قناص الصالحين شباب، هسه نرجع لكم شباب. قناص الصالحين، قناص الصالحين قنص شخص، واللي قنصه اذا كان مواطن صالح يطلع هو وياه. اللي انقنص واحد من الموجودين صرخ طلقه براسه. اذا كان مافيا فقناص الصالحين نهى اللعبه، اما اذا كان مواطن صالح قناص الصالحين توكل على الله هو والمواطن الصالح، وبالحاله خسرتوا 3 صالحين. الشخص اللي انقنص هو بس هو هسه قنص شخصيه مرتضى محمد، يعني قنص صوتين ما بخصك لا تكشف اي ورقه. اما الشخص اللي قنصك فهو ابو ناي. صوت ساعه قل له 2 يكشفون اوراقكم. لك انا الشيخ الصالحين صوتي. ايش سويت انت؟ يقول انا شيخ الصالحين صار ساعه قل له، صار ساعه انا صار ساعه قل له عمي اني اسوي له هيك. اي شيخ الصالحين جاي اقول لك انا شيخ الصالحين. تختلف علي. اعطيه المايك اعطيه. اتمنى تتعاتبون خارج الفلوق. نروح نكمل مشاكلنا برا. ايش حيفوضها؟ سويت اني؟ يلا تقرب دمرتهم دمار. اللعبه كانت ممتعه، والامتع من هذا مرتضى كان جمع هاي الجمعه. بصراحه جاي يشوفونا على السوشيال ميديا بس ما جاي يشوفونا مجموعين. نتمنى ننجمع اكثر، بس هالمره عدد اكثر. وانتم اكتبوا لنا بالتعليقات منو الشخصيه اللي تردوها بهاي اللعبه. هسه حاليا راح ناخذ اراء الموجودين، ونبلش من الدكتور يوسف. طبعا المافيا اللي قبل هذا ما طولوا هوايه، ما كانت عنده مهاره قويه، بس اللي بقى لا مهاري، بس هو شويه فضح نفسه، وراح اقول لكم شلون فضح نفسه. بعد ما كشفنا القناص كشف الشيخ بالغلط، فاكو واحد من الشباب قرر يتدخل، وهو ما كان له الصلاحيه انه يتدخل بالموضوع، وهنا هو شويه بدا يكشف روحه. وما راح اطول الكلام، اصوت. تقدر تقول من عادي. انا راح اصوت من البدايه، وانا متاكد جنيد، انا اصوت على جنيد هو المافيا، وابتسامته هي تلخص كل شيء. بالنسبه لي انا بالبدايه قلت المافيا شخصيه ذكيه. اوكي، المافيا ادعت انه هي مو ذكيه لانه هو يقدر سكت وكتل. هو لو كان يدعي انه هو ذكي اوكي كان سكت واحد وكتل واحد، بس هو ادعى انه هو مو ذكي فسواه اثنيناتهم سوي على اساس انه هو لاعب اول مره. بس المافيا لاعبها اكثر من مره، واذا ما لعبها فاهم اللعبه. بالنسبه لي اني صوتي يجي على جنيد. جنيد منو؟ شنو مافيا؟ جنيد منو شكيت؟ انا راح هذا جنيد. طيب جنيد المايك لك. طيب شباب، بس قبل ما يحكي جنيد بدي اوضح لكم شغله. في حال انتم هسه طلعتوا رجل صالح خلصت اللعبه. المافيا اذا قتل خلصت اللعبه. وهذا الراوند كلش مهم. لا ان شاء الله اذكياء. لازم تكونون جدا اذكياء اذا انتم صالحين. الطبيب صوتكم مهم. طبيب خسر. ماكو طبيب. وين جاي تلعب؟ ماكو طبيب. الطبيب مات، شيخ الصالحين مات، قناص الصالحين مات، كلها ماتت. شيخ الصالحين كلها طيب. طلعت، كلها برا. طيب جنيد المايك لك. بس انا اريد اسال الاخ سؤال. شلون انا مافيا وفضحت نفسي؟ ايش سويت؟ جاوب. بس الصالحين يسمعوا كلامه. يريد يشيل هالشبهه منه، لو يريد ياكد. تمام. انت من حقك هسه تبعد الموضوع عنك اكيد. تمام. بس انا متاكد. ليش؟ لانه ايش قلت انا؟ خلاص يجوز حد. انا اقول لك ايش قلت. يلا. ما كان لك الدور انه تحكي،
فانت تدخلت بالموضوع وبررت قل لي من القناص القناص. كلمه قلتها خلتك تشك بي، قل لي اياها. آه لا مو كلمه، بس تصرفاتك كانت، انا من تصرفاتك لا، حكمت. بالبدايه قلت من كلامك. اي انت تدخلت وحكيت، أعطيني المايك. انت تدخلت وحكيت، فكلامك كان في شويه شك. ما عندي اي مشكله. حبيبي الصالحين اسمعوني، عندكم شخص واحد بس يطلع اللي هو اني، اذا طلعت بعد راح تخسرون، لان المافيا دا يعرفوا شلون يتصرف. انتبهوا زين الصالحين، انتبهوا زين، انتبهوا زين. عندكم هاي الجوله والوراها يطلع واحد يطلع الثاني تخسرون، كيفكم بعد؟ شوفوا شباب، الصالحين اذكياء كلش، وينك يا معود؟ اذكياء كلش، وحبيتكم وما اريد ابعدها مني. انا مصوت على جنيد، واحنا اذكياء، والبلوجريه العراقيه كلش اذكياء، وطلعنا جنيد هو المافيا. تمام. احكي زين. ما بس كنت هذا التصريح، هاي لعبه هذا التصريح راح اقص. ما يصير باتفاق، ما يصير. المافيا غصبا عليها تصير ذكيه. ليش؟ لانه اذا طلعت شخص ذكي مثلا جنيد او واحد قوي، ما اريد اقول عليه اني، بس اذا واحد يحكي هواي وطلعته، فاذا ما متعارك هذا الشخص او يحكي هواي راح يسوي شكوك على نفسه. فانا طلعت عباس، انا قلت لكم عباس مافيا، صحيح، وكلكم صوتوا وراي على عباس، صحيح، تمام. وعباس صدق مافيا، وذاك مجولق لي ورا صراحه، غير اقول لك. فطلعت عباس لانه عرفته، ثقيت بيكم وصوتوا وراي، تمام. فهسه اريدكم تمشون وراي. والمافيا حكى عليها عباس، قال مو خليفه ولا انور. ايش معنى قال مو انور؟ لان المافيا تريد تحمي المافيا، فانا صوت على نمره واحد وبس. طيب طين وانا المايك. اسوي دعوه ليوسف طين ايضا المايك عليه، لا تستعجل، لانه جنيد مبين جاي يصر انه هو مو مافيا، اكو يعني رده فعل من باتجاهه. يرجع ليوسف. صراحه ثبت انا بعد، صراحه كلام خليفه خلاني شويه يعني اتريث مثل ما يقول. واليوم خليفه هسه بعد الشاش عن نفسه مثل ما نقول، فممكن خليفه هم يطلع مافيا. يبقى الشك بين جنيد، طلعنا عادي، بس اهم شيء يبقى الشك بين جنيد وخليفه حاليا بالنسبه لي، بس انا راح اثبت على واحد، لان بالنهايه لازم اصوت على واحد. صراحه انفعال وتردد جنيد كان مو طبيعي بالنسبه لي، وانا اثبت على جنيد. ممنوع، ما يصير. بالنسبه لي انا ابعد الشبهات عن انور. احبك انا، يعني انا شكي بخليفه وبجنيد. اي والله صحيح. انا ابد ما حاكي وياك. شلون خليفه طلع عباس، اوكي، خليفه طلع عباس، ومافيا تطلع مافيا بالبدايه. يعني واحده من الاثنين، يا اما يبعد الشبهات عنه، يا اما هو مواطن صالح. اما بالنسبه الجنيد اللي اتذكر واتمنى اتاكد من الصالحين اللي وياي، جنيد بالبدايه صوت على عباس، لو صوت بعد ما كنا صوتنا على عباس، ثالث واحد يعني صوت على ثالث واحد. انور شاف عباس راح يطلع، صوت عليه. اوكي. التصويت مو بلش منا، بس عباس مثل زياده عن اللزوم، مثل زياده عن اللزوم، مختارينه كل احنا اختاريناه لان مثل زياده عن اللزوم عباس. وهسه جنيد المايك يصحح عنه ليش؟ هذا المايك الجنيد خليه يبرر عن نفسه. لا ما يبرر هسه، ما يبرر. طيني شباب، لا تصويت، طوني شباب تصويت. راح نبلش بالتصويت. هالمره راح يبلش من يم خليفه. ارجع عليه انت لوتي. خليفه ما يصير تاثر عليه، انت جاي تاثر عليه، ترى انا الحكم، ترى اعطيك كارت احمر. روح من الوالد. لا راح من والديك. صراحه محمد عادل يعني ذكي باللعبه، وحاول انه هو يقول لي يابا انت غلطان، بس بصوره غير مباشره. فانا ما انسى شيء، اول حكايه اتذكرها باللعبه. فاذا ارجع، جنيد بكل قوه صوت على عباس وانورهم، وهم قبلي، انا صوتت وهم وراي العفو. فاللي المافيا ما تقدر تطلع المافيا لانه هو ماله. فانا صوت على انور ارفع اصبع. اني وبكل ثقه من خلال اللي لاحظته بهذا التيم، عصبيه جنيد كلش خلته يبين. جنيد ارفع اصبع. جنيد راح افجرها وراح تغيرون تصويتاتكم اثنيناتكم. انا هاي اللعبه لاعبها وقلبي خلصان من عندها. اذا كنت انا مافيا فانا مو مافيا عادي،
عندي مافيا الاسكات وعندي مافيا القتل، اثنيناتين عندي. يصير اني اقتل واسكت لاعب واحد، لو اسكت لاعب واقتل الثاني. افتهموا زين، اللي دا يحكي واللي دا يتهمني هو المافيا، بس ما راح اشخصنها وياك صدقني، بس راح اطلعك بالنهايه انا مواطن صالح وانت صوتي على انور. انا شاك بيك، انا شاك بيك، والجوله الثانيه راح اطلعك وراح تفوز الصالحين. انتظرني. محمد عادل. بالنسبه لي انا قلت اللي المافيا هو عنده اسكات وقتل، سكت وقتل شخص بان واحد، مع انه يقدر يسكت واحد ويقتل واحد. هي يا اما هو اول مره يلعبها، يا اما هو ذكي ويدعي انه هو، لان هو يشوف انمي هواي اكيد تطفر منها تطلع ناخذها ونروح. يقول يشوف انمي. يعني معقوله؟ المشكله انور بريء، يعني ما يكذب. انور باع علي، انت مافيا لو لا؟ بس باع على عيني، باع على عيني فر الكاميرا وياه، بس باع على عيني. انت مافيا؟ يفتر وياه. راح نفوز. لا خلونا نصير اذكياء. اذا انت مافيا ما ترجع جاي البيت. هذا مو تصويت. صوت أنا محمد أصوت عادل، على جنيد. 2 على جنيد. تصويتك دكتور؟ طبعا انا هسه صوتي راح يكون هو الفيصل، لان 2-2 هاي وحده. بالنسبه لجنيد وعدني انه الجوله الجايه راح يطلعني، فانا ما راح اخليه يبقى للجوله الجايه. ليش؟ لان قلت لكم انفعاله كان مو طبيعي، وهو اكثر واحد لاعب اللعبه وعنده خبره بيها، وحاول يبعد الشاشه باكثر من مره على انور وعلي. فهو لو ثابت على شخص واحد كان انا غير الصراحه، بس هو حاول يطلع انور وحاول يوقعني. فانا متاكد هسه انه جنيد، ومستعد اكشف ورقتي من هسه. فصوت الثالث على جنيد راح يكون. بعد بدون مبررات اكشف. رجاء اختصر الموضوع. مرحله التبرير الاخيره. احب اقول له الانور، انت ما كان رايك بي انه انا مافيا بعد ما سمعت راي اخوي. انت ما كان هذا رايك نهائيا. لا ما كان هذا رايك صدقني. اسمعني، ولا راي محمد اثر عليكم العقل الجمعي. بس اسمح لي، وقف خاطيك المايك ثواني. انا 7-3 ظل معلق هيك كنا. هسه 3 اصوات عندي. انت 3 اصوات وانا صوتين. تمام. انت 3 وانا 2. ماشي. انا بعدني ما مشخص عباس، مشخصك. ما عندي مشكله. برج الدلو دائما يحس. ماشي. وانت عيونك دا تسولف لي. خسرت. اذا انت مو مافيا 1 2 3 4 ايفون 17 اجيب لهم. يلا يلا. اذا ايش قد ذكاني؟ يلا ايش قد ذكي؟ وهاي الفلوك هو شاهد علينا. ايش قد ذكي؟ راح اجاوبك. راح اجاوبك حتى ما نخسر. لا نريد نخسر. احنا اغبياء. لا والله انا مو بالبدايه اوقف. انا كنت مسوي هيجي، انه سويت هيجي قلت له لا هي 2-3 ترى، هي ما يحتاج له. راح اسد يدي. كم صوت عليه؟ 3 يعني. هي ما يحتاج له. ثلاث صوت عليه. عندنا شخص يسحب صوت. انا اسحب صوتي من انور وبحوله على جنيد، لان ردات فعل عادي طبيعيه. فاتوجه للايفون. بينت اكشف ورقتك. طلعوا برا حبيبي. يا شافي يا اول هاي المزرعه اللي دا اصور بها حاليا راح احط لكم موقعها وحسابهم على انستغرام، مزرعه كلش راقيه، تقدرون تجون هنا تتونسون. هم كانوا الرعايه لهذا البرنامج كله. مزرعه دجله هارت موجوده بالكاظميه، حسابها راح تلقوه بصندوق الوصف. وبالعافيه عليكم، شكرا للحضور، في امان الله.